عليكم. الفيديو ده هقول فيه الحقيقه المره اللي ناس كتير عارفاها بس للاسف بتخاف تقولها. في الحقيقه اشتغلت مع جنسيات كتيره وشفت جنسيات كتيره. اشتغلت مع البنجالي بيساعد البنجالي، اشتغلت مع الهندي بيساعد الهندي، اشتغلت مع الفلبيني بيساعد الفلبيني اللي زيه بالظبط. اخواتنا السودانيين اكتر ناس بيقفوا جنب بعض، الا احنا كمصريين مش عارف ليه مش بعض في الشغل وما بنحاولش نساعد بعض. كل جنسيه اشتغلت معاها بكتشف ان هم عاملين جروب مع بعضهم وبينزلوا فيه كل الشغل اللي هم لو حد فيهم محتاج حد يشتغل معاه بينزل في الجروب ده ان هو محتاج حد في المكان الفلاني. الجروب ده ممكن يوصل لعدد كبير جدا من الناس ومفيش مشكله عادي خالص، بيكتبوا المهنه اللي هم محتاجين شخص فيها وبينزلوها على الجروب. كذلك اشتغلت مع الفلبينيين اكتر ناس بيخافوا على بعض وبينزلوا كل الشغل اللي هم محتاجينه في الجروب عشان اي حد محتاج شغل ما يقعدش في السكن ويبدا يشوف الاعلان ده ويروح الشغل اللي هم محتاجينه فيه. كلهم بقوا عارفين بالفكره دي ان اي حد جاي من الجروب، فاكيد انا عارف وانت عارف اللي كلنا مشتركين في الجروب، وبيحاولوا يبعتوا الجروب ده كلهم لبعضهم عشان خاطر كل الناس اللي وافدين اللي موجودين في الكويت او في السعوديه او في اي مكان بيبداوا يعملوا جروب كده مع بعضهم. هم كده سبحان الله متعودين يعملوا كده. حتى بقى احنا كمصريين ما بنحبش نعمل دي، يعني انت بتحاول ان انت تشوف لحد شغل مصر عشان يشتغل فيه، بتلاقي الحد اللي هو عنده الشغل مش عايز يشغله كمصري. يعني انا كنت شايف اعلان نازل على النت لحد طالب ناس يشتغل معاه، والحد ده ما كنتش اعرف ان هو مش مصري. لما عرفت الاعلان رحت سالت على الشغل، ما كانش ليا، ده كان انا بعرف الشغل ده عشان كان في ناس كتيره من متابعيني بيكتبوا لي لو في شغل متوفر في اي مكان فيا ريت تدلنا على المكان اللي هو عامل اعلان. الشخص اللي قاعد اللي هو بيستقبل الناس اللي هي جايه بتسال على الشغل، الشخص ده كان مصري. فبساله بقول له بعد اذنك المكان ده كان منزل اعلان ان هو عايز ناس تشتغل. كلمني بطريقه وحشه جدا وكان بيكلمني بتعالي كبير جدا اللي هو مش محتاجين شغل. قلت له على فكره ده الاعلان نازل وبنفس الاسم هنا ان هم محتاجين ناس شغل. قال لي اه بالفعل هم محتاجين ناس وعايزين حد يشتغل بس مش عايزين مصريين. قلت له على فكره هم مش محددين جنسيه، هم قايلين عايزين شغل بس مش محددين الجنسيه. يعني استاذنك ممكن تديني المسؤول اكلمه؟ قال لي هدور لك على رقم اشوفه معايا ولا لا، وهو بالفعل الرقم كان معاه. انا طولت بالي معاه جدا لحد ما خدت منه الرقم. كلمت الشخص وطلع من جنسيه ثانيه، فبساله بقول له بعد اذنك انتوا محتاجين شغل؟ قال له اه احنا محتاجين ناس تشتغل. قلت له انتوا محددين جنسيه معينه؟ اصل الشخص بيقول لي ان انتوا مش عايزين مصريين. قال لي على فكره لا خالص، احنا بنرحب باي حد يشتغل، اخواتنا المصريين الناس بتشتغل وبيحبوا الشغل جدا واكتر ناس بتخاف على الشغل. قلت له اه اصل الشخص اللي موجود بيقول لي ان انتوا كنتوا مش محتاجين حد مصري. قال لي لا عادي احنا محتاجين لاي حد عايز يشتغل، الشغل ده متوفر لاي حد عادي. ضايقت جدا من الشخص المصري اللي كان قاعد اللي قال لي ان هم مش محتاجين حد مصري. فيا ريت نحب بعض في الغربه، وللاسف ناس كتيره بتكون عارفه الموضوع ده وناس كتيره بتحاول نداريها مع بعضنا، بس بجد ظاهره واضحه جدا ان احنا كمصريين في الغربه وبالاخص اكتشفتها اكتر هنا في الكويت الناس ما بتحبش بعضيها. انا مش عارف ده قله رضا قله قناعه عند الشخص ان هو بيبقى مفكر ان الشخص ده لو جه اشتغل معاه هيكون هيأذيه في شغل، بل بالعكس هو ممكن يكون هيفيده كمان في الشغل. بس الناس كتيره بتكون ماشيه بالنظريه دي ان ما تشغلش حد من جنسيتك معاك. اكتر حد يدور يأذيك في شغلك بيكون حد مصري زيك. ليه بنعمل كده مع بعض؟ انا مش عارف. ليه ما نحبش بعض في الغربه؟ برضو انا مش عارف. ضايق جدا لما الاقي ناس مصريين بتحاول تضر بعضها في الغربه. انا في جنسيه من غير ما اقول اسمها بيساعدوا بعض في الغربه، ولدرجه ان هم ما بيخلوش حد منهم يشتغل عند حد تاني غير جنسيته. يعني لو واحد منهم جاي هنا جديد فبيحاولوا يساعدوه بكل الفلوس وبكل الامكانيات اللي هو عايزها عشان خاطر يفتح مشروع ويكون عنده مشروع باسمه. فجت لي فكره ويا ريت نطبقها مع بعضينا. لو انت موجود في الكويت او في السعوديه او في الامارات في اي مكان ومحتاج حد يشتغل معاك، فيا ريت تكتب المهنه اللي انت محتاجها عندك او الشخص اللي انت محتاجه يشتغل عندك وتكتب العنوان بتاع الشغل بتاعك ونساعد بعضينا ونحاول نقف جنب بعضينا. وبعد كده ان شاء الله نحاول نعمل فكره الجروب ده في كل مدينه او في اي مكان اللي احنا يكون لنا جروب كمصريين نبدا ننزل فيه الشغل بتاعنا او الحد اللي احنا عايزينه يشتغل عندنا من خلال الجروب ده. لو اي حد عنده مهنه متوفره او محتاج حد حتى لو يشتغل معاك 4 ساعات بس، بعد اذنك يا ريت تكتبها في التعليقات واكتب العنوان اللي انت محتاج فيه الحد ده يشتغل معاك، وان شاء الله نحاول نوفر فرص عمل لنا كلنا. ان احنا كلنا طالعين من بلدنا عشان خاطر نسترزق وعشان خاطر ناكل لقمه عيش بالحلال وما نحتاجش لحد. فيا ريت ما نخليش نفسنا نحتاج لحد ونحاول نساعد بعضينا، وان شاء الله كل واحد يوفر فرصه عمل لحد ان شاء الله هتلاقيها في ميزان حسناتك وهتلاقيها في دنيتك وفي اخرتك. وطول ما انت بتعمل خير ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. اتمنى الفكره دي تتطبق واي حد عنده فرصه عمل متوفره يكتبها في التعليقات. السلام عليكم، اشوفكم على خير.